لما احب اكل طاجن فراخ واجي اسال عليه الاقي الطاجن الواحد ب35 جنيه واحنا 4 افراد. وكمان الطاجن بيبقى صغير، يعني هجيب ال4 طواجن ب140 جنيه، وكمان الطواجن بتبقى صغيرة والفراخ بتبقى فيها قليلة. فقلت لا، هعمله في البيت بربع كيلو من صدور البانيه. عملت 4 طواجن فراخ، شايفين بقى الجمال؟ وكمان في البيت بيبقى انضف واوفر كتير. يلا بينا بقى نشوف الفيديو ونقول بسم الله. هحط بقى كده الطاسة على النار واحط فيها معلقة كبيرة من السمنة واستنى لما تقدح، واول ما تقدح هنزل بالبصل وافضل اقلب في البصل لحد ما لونه يغير كده بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بربع كيلو البانيه اللي انا مقطعاه مكعبات وهشوحه كويس قوي كده مع البصل لحد كده ما لونه يغير واحس انه ابتدى يدخل في سوا. هنزل بقى بالبهارات، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، ما بحطش بهارات اكتر من كده. وهنزل بعد كده فلفل الوان، وده كان عندي في الفريزر، وهقلبهم مع بعض كويس قوي. وكده كانت تقريبا خلاص الفراخ استوت. الفراخ اصلا ما بتاخدش سوا، بس هقلبها كده شويه مع الفلفل الالوان لحد ما اتاكد ان الفلفل استوى. وبعد كده هجيب حله واحط فيها طماطم متسبكه، وهنزل بقى بملح، فلفل اسود، كمون، كزبره. وبعد كده هجيب معلقه صغيره من التوم الني، ايوه هحط التوم ني، هحطه كده بالشكل ده، وهحط معلقه من السمنه، ولو انتوا حابين تحطوا زيت حطوا معلقه من الزيت. وهزودها لتر من الميه، وهقلبها كويس قوي، وهسيبها على النار لحد ما تغلي كويس على النار. وبعد كده هجيب ال4 طواجن بتوعي وهدهن الطواجن كده بالزيت بالشكل ده، عشان الطواجن لما تدخل الفرن ما تلزقش. مهم اوي لازم ندهن الطواجن كويس بالزيت كده بالشكل ده. وهجيب بقى كده الفراخ وهقسمها على ال4 طواجن، وهفرد كده الفراخ بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تفردوا الفراخ وتقسموا الفراخ كويس في الطواجن. وهجيب المكرونة وهقسم المكرونة على ال4 طواجن، ومش هاملة الطاجن لحد الاخر، هخلي نص الطاجن فاضي، لان الطاجن لما يدخل الفرن حجم المكرونة هيزيد. وال4 طواجن اخدوا معايا 350 جرام مكرونة، يعني اقل من نص كيلو. وكده الصلصة بعد ما غليت كده على النار هبتدي احط الصلصة على الطواجن كده بالشكل ده. اهم حاجة المكرونة تبقى متغطية، ما نخليش يعني الصلصة تبقى قليلة، نغطي المكرونة. وهجيب بقى الورق الفويل وهغلف كده الطواجن بالشكل ده بالورق الفويل، وهدخلها بقى الفرن درجة حرارة 180، ما نخليش النار عالية قوي، تبقى متوسطة، وعلى الرف اللي في النص. كده قعدت نص ساعة وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. هبتدي بقى اجيب السكينة، ولازم نسلك الطواجن كده بالشكل ده. خدوا بالكم لان الطواجن بتبقى خارجه سخنه، ولازم تقلبوها اول ما هتخرج، لان انتوا لو ما قلبتوش الطواجن اول ما هتخرج وسبتوها شويه في الطاجن المكرونه هتلزق في الطاجن ومش هتعرفوا تخرجوها. بصوا شايفين بقى الجمال؟ اللهم بارك. بربع كيلو بانيه عملت 4 طواجن، شايفين الجمال؟ وخرج معايا بكل سهوله. بصوا شايفين جمال الطواجن؟ كانت حلوة جدا والله، كانت حلوة. اعملوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدا وموفرة. وعملت ال4 طواجن دول بربع كيلو بس من البانيه. وعملت كمان زيت لا زيت ايه، عملت شطة زيت، وعملت خل، وعملت العيش اللي هو المتحمر ده، العيش الابيض. وبصوا هنا بوريكم ان المكرونه مستويه، والمكرونه ما تقلقوش لما بتتحط نيه بتخرج مستويه. شايفين جمال المكرونه؟ لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير.